يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الناس يميلون في طبعهم إلى حب الشهوات والوقوع في الملذات، يحبون أن يجربوا الحرام لعل له طعما طيبا يجربون فيه هذا الطريق، يجربون هذا اللون فيسلكون هذا الطريق ويقعون في الحرام. والأعجب من ذلك أن كثيرا من الذين يعرفون الحق والباطل يعرفون أن هذه الطائفة أو هذا الرجل أو هذه العائلة أو هذا البيت يعرفون أنهم على ضلال أو يقترفون حراما ولا يذكرهم أحد بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى خاطبنا فقال عز من قائل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يرى أحدهم غيره يقترف معصية ويتجرأ على الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بالأمر الجديد، ليس بالأمر الغريب أن نرى فلانا يعصي الله سبحانه وتعالى. فكثير من خلق الله سبحانه وتعالى يعصون ربهم جل في علاه، لكن العجب من يملك العلم بذلك ولديه القدرة أن ينهى هذا الرجل عن المعصية ويقدر أن يذكره بالله سبحانه، ويعلم أن هذا الرجل يقدر أن يفتح قلبه بالخير وينور قلبه بنور الله سبحانه، فلا يفعل ذلك، ولعل عذابه أشد عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسمع أن العلماء يوم القيامة عذابهم وحسابهم أشد، لأنهم يعلمون أن هذا هو طريق الصواب وهذا هو طريق الباطل، ولم يذكروا الناس بذلك ولم يعلموا الناس بذلك ولم يخبروا خلق الله سبحانه وتعالى بنور الله رب العالمين. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني قبلت امرأة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له هذا الكلام لأنه علم عن طريق الوحي الأمين أن هذا الرجل جاء صادقا بتوبته إلى الله رب العالمين، فأخبره بهذه البشارة أنه أذنب هذا الذنب وجاء إلى من يقوده إلى الله سبحانه، وطرق باب الله تعالى ولجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل وأنبأه بهذه البشارة. وفي الحديث الصحيح أن الرجل الذي قتل 100 نفس هذا جرم عظيم، قتل 100 نفس وما زال يبحث عن طريق الله سبحانه وتعالى ويجهل طريق الله سبحانه وتعالى، يريد أن يرجع إلى رب العالمين، وطرق الأبواب حتى دل على عالم فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى البلد كذا وكذا فإن فيها أناس صالحون. فذهب ومات في الطريق، وجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وجاء حكم من الملائكة ليحكم بينهم،
فلما رأوا أن هذا الرجل أقرب إلى البلدة الطيبة أخذته ملائكة الرحمة، ويبحث عن طريق الله سبحانه، وسأل واجتهد كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني، نحن في مجالسنا وفي بيوتنا نتحدث كثيرا في أمور الدنيا، نسمع فلانا أنه قد يأس من روح الله جل في علاه، وأنه فعل ذنوبا كذا وكذا وكذا، وهل سيغفر الله لي؟ وكيف أفعل؟ وكيف أرجع إلى الله سبحانه؟ اعلم علم اليقين، ولو كنت وحيدا ولم يعلمك أحد وفعلت فعلة أذنبت بها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولا تعرف كيف هو الحل، وقعت في مشكلة، وقعت في ذنب، أصبت ذنبا وأخذت حق فلان، وتريد أن تخرج من هذه المصيبة ومن هذا الذنب، ولا تعرف كيف للحل طريقة، اذهب إلى من تثق به. تعرف رجلا هو ثقة، توجه إليه واعلم أنه سيرشدك لوجه الله سبحانه وتعالى، ولن يغرر فيك ولن يخونك بهذه الأمان. ارجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا وجدك الله سبحانه وتعالى تريد أن ترجع إليه، اعلم أن الله تعالى سيعينك. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. لا تجعل الشيطان يوسوس لك لقد وقعت في ذنب كذا وكذا، أو تريد أن تضحك على ربك وتترك هذا الذنب وترجع إلى التوبة، وماذا ستفعل بذلك الذنب الذي ما زال معلقا عليك؟ سيبث أمامك بذور الفتنة وبذور الإحباط، سيبعث في طريقك الظلمة، لكن لا تيأس من روح الله سبحانه وتعالى. هذا الشيطان الذي يوسوس لك قد يكون إنسا يحبط معنوياتك ويزرع في قلبك بذور الفتنة ويوسوس لك، وهو إنس وليس جن، يوسوس لك فعلت كذا وكذا، كيف ترجع إلى الله سبحانه؟ وإذا بك تغرق بالمعاصي أكثر فأكثر. يا مؤمن، يا من تحب الله ورسوله، مهما عظمت معصيتك، مهما عظم الذنب الذي فعلته بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولو كان فيه حق بينك وبين العباد، تب إلى الله سبحانه وتعالى، أرجع الحق إلى صاحبه، واعلم علم اليقين أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، يفرح فرحا عظيما، يبشر الملائكة أن انزلوا على هذا العبد وبشروه برحمة تملأ السماوات والأرض.